أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. بدء تطعيم الحصبة في البلاد. الاحتفال باليوم العالمي للطفل. تقوية العملية التعليمية في شامبوكو. الهند وروسيا تبدأان مناورات عسكرية مشتركة. الرئيس الصيني يبدأ زيارة نادرة إلى الفلبين. وبوتين وأردوغان يدشنان الجزء البحري من السيل التركي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بدأ اليوم 21 من نوفمبر برنامج التطعيم ضد الحصبة والحميرة، الحصبة الألمانية المتنقلة بالفيروس في جميع أقاليم البلاد. ويقدم التطعيم للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 15 عاما في المدارس والمؤسسات الصحية والنقاط المؤقتة حتى 30 من نوفمبر. وقد أجريت الاستعدادات في 58 مديرية لتنفيذ فاعل للتطعيم وإيصاله للرعاة المترحلين بما يناسب تحركاتهم. وتقوم الإدارات والوزارات الشريكة والاتحادات بالعمل المنسق لتنفيذ برنامج التطعيم الذي يشمل تقديم فيتامين A للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 59 شهرا. ودعت وزارة الصحة المواطنين لتطعيم أبنائهم إدراكا لأهميته الصحية. وأشارت تقارير وزارة الصحة إلى تقديم 6 أنواع من التطعيم للأطفال دون السنة منذ عام 2002، وارتفع التطعيم حاليا ل 11 نوعا، ويجري العمل لإدخال 4 أنواع للتطعيم. وقد أعلن خلو إريتريا من شلل الأطفال منذ عام 2005، لكن وجوده في دول الجوار أدى لتقديم التطعيم بالحقن في شهر أغسطس الماضي للأطفال دون السن العام. وقد حصلت إريتريا على الجوائز العالمية لوصول تغطية التطعيم من 10% عام 1994 إلى أكثر من 95% على مستوى البلاد، وكذلك لأنشطة إدارة خدمات التطعيم وانتشار التطعيم وكفاءة التطعيم واستمرارية التطعيم، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية. جرى الاحتفال بالعشرين من نوفمبر اليوم العالمي للطفل في العاصمة أسمرة، والذي كان يحتفل به من قبل في 8 من ديسمبر. حضر المناسبة وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبر آب وكبار المسؤولين في الدولة ومندوب اليونيسيف في إريتريا والضيوف المدعوين. وقال المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد محرت آف السحية في المناسبة إن هذا اليوم للتذكير للحفاظ على الإرث الغني للمجتمع الإريتري للرعاية والتنشئة الجيدة للأطفال وتوريثها، وعمل المعلمين وأولياء الأمور المنسق لتطوير الأطفال. وقال إن المعاهدات الأولى التي وقعتها الحكومة الإريترية بعد الاستقلال كانت المعاهدة الدولية لحقوق الطفل، وظلت تعمل بقوة لحماية حقوق الطفل وضمان أمنهم. من جانبه أوضح مندوب اليونيسيف في إريتريا الدكتور بير نوغوم أن العمل الجاد جار لترقية وعي المجتمع الإريتري بشأن حقوق الطفل، ويحقق نتائج مرضية على الأرض، معربا عن إعجابه ببرنامج تطعيم المنفذ لضمان صحة الأطفال وجهد إشراك جميع الأطفال في التعليم والدعم العيني والمالي المقدم للأطفال المعاقين وأنشطة التوعية لمحاربة العادات الضارة وزواج القاصرات. شهدت المناسبة عروضا شعرية ومسرحية وموسيقية قدمها الأطفال. هذا ويحتفل باليوم العالمي للطفل للمرة 27 في البلاد وللمرة 60 على مستوى العالم. دعا مكتب التعليم في مديرية شامبوكو في الاجتماع التقييمي الذي عقده لمواصلة الجهود لتقوية العملية التعليمية. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ تسفى ميكائيل أرآيا عن انخفاض عدد طلاب المنحة الثانوية نتيجة الانقطاع عن الدراسة دون سبب والإهمال لمتابعة الطلاب، داعيا أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم. وأشار مدير مديرية شامبوكو سيد كحساي أسرات أن التقاء أولياء الأمور أثناء بدء العام الدراسي وبحث القضايا التعليمية يساعد للتعرف على المشاكل وإيجاد الحلول لها. من جانبه قدم قائد مركز شرطة شامبوكو الملازم يوسف برهانه توضيحا أن لقاءات الشرطة والشعب الجارية بالتنسيق مع المدارس يسهم لتوعية الطلاب والحد من الجرائم.
أعلنت الجبهة الوطنية لتحرير الأوغادين العودة إلى إثيوبيا ومواصلة النضال السلمي بموجب اتفاق السلام الذي وقعته مع الحكومة الإثيوبية الفيدرالية في 21 من أكتوبر في العاصمة أسمرة، وتوجهت اليوم 21 من نوفمبر إلى إثيوبيا. وضم الاتفاق المشترك 3 أعمدة هي إنهاء الأعمال العدائية ودخول الجبهة إلى إثيوبيا ومواصلة النضال السلمي وإقامة لجنة مشتركة لإيجاد حل للقضايا الأساسية. وقد وقع على الاتفاق الموقع قبل شهر وزير خارجية إثيوبيا الدكتور ورقنه جابيو، ومن جانب الحركة الوطنية لتحرير الأوغادين رئيس الجبهة الأدميرال محمد عمر عثمان. وأوضح أعضاء الجبهة في تصريح لإيرينا أن هدف نضالهم كان لتحقيق العدالة، ويعودون إلى بلدهم متشجعين بالتطورات التي تشهدها بلادهم. وكانت التنظيمات الإثيوبية المعارضة مثل الحركة الديمقراطية لشعب تيغراي دمحيت ومحاربي جنبوت السابع والحركة الديمقراطية لشعب بنشنغول وجبهة تحرير أورومو والحركة الديمقراطية لقوى الأمحرة قد وقعت على اتفاقات مماثلة مع حكومة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي أقيمت مراسم افتتاح المناورات الهندية الروسية المشتركة العاشرة أندرا 18 في قاعدة بابين العسكرية في ولاية أوتار براديش شمال الهند. وشاركت فرق عسكرية من الهند وروسيا مراسم الافتتاح التي حضرها عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وذكر بيان رسمي أن الحفل شاركت فيه مروحيات تابعة للقوات الجوية لكلا البلدين حملة العلامة الوطنية لهما في العرض. وتهدف المناورة إلى ممارسة التخطيط المشترك والعمل من أجل تعزيز العمليات المشتركة بين جيشي البلدين للحفاظ على السلام وإنفاذ القانون تحت إشراف الأمم المتحدة حسب ما أفاد البيان. وتركزت المناورات التي تمتد 11 يوما على التدريب على تعزيز بناء الفريق والعمليات على المستوى التكتيكي في بيئة مواجهة للتمرد في تضاريس شبه حضرية وتفتيش المنازل وتحييد العبوات الناسفة محلية الصنع. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الفلبين في زيارة رسمية هي الأولى له إلى الدولة الحليفة تقليديا للولايات المتحدة في وقت تتنافس بكين وواشنطن على النفوذ في منطقة المحيط الهادئ. وكسبت الصين شريكا غير متوقعا في 2016 مع انتخاب الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي هز روابط عمرها قرن بين الفلبين والولايات المتحدة وسعى إلى التجارة والاستثمار مع المنافس الأمريكي. وكانت مانيلا أعربت عن أملها في أن تسفر الزيارة التي تستمر يومين، وهي الأولى لرئيس صيني إلى الفلبين منذ 13 عاما، في التوقيع على اتفاقيات استثمار في مشاريع بنى تحتية كبيرة. وعدت بكين دوتيتري بها لدى زيارته للصين قبل عامين. وأعاد رئيس الفلبين توجيه السياسة الخارجية لبلاده بشكل واضح نحو روسيا والصين رغم تراجع التوتر منذ تولي دونالد ترامب الحكم في البيت الأبيض وتوقف الانتقادات الأمريكية لحرب دوتيتري على المخدرات. دشن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان القسم البحري من مشروع السيل التركي بإعطائهما تعليمات إنزال أنبوب الغاز الأخير. وفي كلمة مشتركة للرئيسين أشادا بالعلاقة الثنائية بعد تدشين الخط البحري من مشروع السيل التركي والذي سيربط الاقتصادين التركي والروسي لعقود من الزمن. والسيل التركي هو مشروع لمد أنبوبين باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأسود، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا والثاني دول جنوب الشرقي وجنوب أوروبا.
وبدأ مد أنبوب السيل التركي في مايو 2017. من المتوقع الانتهاء من بنائه في 2019. وبعد إتمام المشروع بالكامل ستتحول تركيا إلى عقدة لضخ الغاز الروسي إلى جنوب أوروبا ووسطها، مما سيعزز مواقع أنقرة الجيوسياسية في المنطقة ويقوي علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بموسكو. تجدد ثوران بركان فيويغو في غواتيمالا، مما دفع السلطات إلى إجلاء المئات من الأشخاص إلى المخيمات. وقال مركز كونيريد الوطني لمواجهة الكوارث في غواتيمالا إن السلطات أجلت ما يقرب من 400 شخص من المناطق المحيطة ببركان فيويغو الذي تجددت ثورته بقوة. وأوضح مسؤول المركز للصحفيين إن البركان أطلق حمما خطيرة وسحبا من الرماد والغاز، وإنه جرى إيواء ما يزيد على 2000 شخص حتى الآن، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع مصابين. وأسفر ثوران بركان فيويغو في يونيو الماضي عن مقتل ما يزيد عن 190 شخصا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء. حبريتان تخاتلتي أجلجلوت تلفزيون إرترا أب أستراليا نيوزيلاندن أغربي أجلجلوت ساتلايت بزقورو ظلم معراي أب نيوزيلاندن أستراليا نتركو تعذبتي أجلجلوتنا راديون تلفزيون كتكتاتلو صنعكم مسمار غير سلزلو بزي صعب حدش مسمار كتكتاتلونا كما تدخلوا نحبل فريكونسي 13545 بولاريتي فيرتيكال سيمبل ريت 22.5 FEC 43 تقدم حجي تقلقلوا صنعكم مسمر كساب مودات حضر معرض حدش مسمر كسرح ونتخونه دحر حدار قم كعد صوم خانو نحبر مينستري زينا.